مهندس فاضل، يمكن من ضمن الشبهة اللي اتكلم فيها زكريا بطرس في برنامجه اسمه سؤال محرج، باين اللي عامله سؤال محرج، سؤال جريء او محرج، سؤال جريء حاجه كده، سؤال جريء اظن. قوله انه سبب دخول المسيحيين المصريين في الاسلام هو التهرب من دفع الجزيه. يعني المسيحي اما لقى عمرو بن العاص دخل مصر ولقى ان الاسلام اتكلم عن جزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهنجله وهم صاغرون. نعم. فقال لك بدل ما ادفع فلوس اتظاهر انا بالاسلام، زي ما بيحصل ان بيقول لك ان في بعض المسلمين بيرتدوا عن الاسلام صوره ويقفش دولارات من اللي بيمولوهم ممن يسمون انفسهم بالمبشرين، وهو على عقيدته بس يتظاهر قدامه ان هو مسيحي بهذا الشكل. هذا الكلام التهرب من دفع الجزيه فعلا كان سبب لاعتناق الاسلام من لدن المسيحيين عند دخول. انا حقيقه اتعجب من ان حد يهين دينه ويهين اجداده بهذا الشكل. دي اهانه كبيره جدا، مش للمسلمين بل للمسيحيين. ليه بقى؟ احنا نعرف في التاريخ، تاريخ الكنيسه بيقول لنا ان في حاجه اسمها عصر الشهداء في مصر، اللي هو العصر اللي يسبق الفتح الاسلامي. بيقولوا ان الرومان الكاثوليك كانوا بيعذبوا الارثوذكس عشان يغيروا مذهبهم داخل المسيحيه، بس يغيروا المذهب الى مذهب اخر، من ارثوذكس يبقى كاثوليك. يعني هيفضل مثلث بيؤمن بالثالوث المقدس، وهيفضل بيؤمن بألوهية المسيح، هو بس هيؤمن بأن المسيح له طبيعتين منفصلتين، بس مش أكتر من كده. إخواننا المسيحيين الأرثوذكس في مصر يقولوا إحنا صمدنا قصاد هذا الاضطهاد المذهبي، كنا بنترمي للسباع أحياء، كنا بنترمي في الزيت المغلي، كنا بنتشوي على كراسي النار، ولم نغير مذهبنا. بقى نفس الجيل ده اللي رفض تغيير مذهبه لما يدخل عمرو بن العاص ويقول له في ضرايب هيبيع دينه عشان فلوس. ما هو حاجه من اتنين، اصل ده وده ما يركبش مع بعض. ما هو حاجه من اتنين، يا اما بقى ما فيش حاجه اسمها عصر شهداء وما كانش في اضطهاد مذهبي، والناس دي سهل قوي تبيع دينها بشويه فلوس، او عشان تتفادى انها تدفع فلوس وتدفع دينارين في السنه على الرجاله، وهنشرح الجزيه دلوقتي. يا اما بقى كان في حاجه اسمها عصر الشهداء، ودي فريه وكذبه كبيره كذبوها علينا، وقالوا ان المسيحيين باعوا دينهم عشان ما يدفعوش ضرايب. بص انا هقول لك حاجه، هي الجزيه كانت يعني مش اختراع مسلم. الجزيه كانت مفروضه في مصر من قبل دخول الاسلام. المقوقس اللي هو حاكم مصر من قبل الرومان، وفي نفس الوقت المقوقس ده هو بطريرك الاقباط الكاثوليك. ما كان في بطريرك الاقباط الارثوذكس، نعم، اللي هو بنيامين. أيوة. وقتها وهو كان حاكم مصر وكاثوليكي، وكان بيعذب الارثوذكس وبيعذب الاريوسيين زي ما اتكلمنا في الكلام ده كله. كويس. جمع 20 مليون دينار ذهبي من المصريين السنه اللي دخل فيها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص جمع كام؟ فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم. كويس. وفي عندك حسن المحاضره في فتح مصر والقاهره للامام السيوطي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا سيدي انه سيدنا عمرو بن العاص في صفحه 93، لان انت عارف ان الجزيه بتجمع من مين؟ من الرجال القادرين على حمل السلاح فقط، بيعفى منها النساء والاطفال والشيوخ والعجزه. لو راجل شاب لكنه عنده عجز، عنده عين مع اعور او حاجه، ما يتاخدش منه. لقى في مصر من الرجال القادرين على حمل السلاح 6000 نفس، يعني 6 مليون واحد. 6 مليون كان مسيحي. ايوه، مش مسيحي، امال ايه؟ قبطي. احنا قلنا قبل كده اتكلمنا كانت نسبه الارثوذكس فيهم يعني اقل من النصف بكتير. كويس. ماشي. كان في اريوسيين وكان في يهود وكان في وثنيين. ده التوتال على بعضه. ايوه التوتال على بعضه من ايوه من الرجال اللي قادرين يحملوا السلاح. يعني الشعب كان في حدود 12 مليون على الاقل. ماشي. خد منهم دينارين عن كل راس. يبقى 12 مليون دينار، وكان مجموع 20 مليون السنه اللي قبلها. يعني حصل تخفيض في الضرائب بنسبه 40%. يعني جه الاسلام خفف عليهم الامور دي. بلاش ده سيدنا عمرو بن العاص وتشهد بذلك كتب التاريخ كلها، ان لما طلع على المعاش وقعد في المدينه ولقى عبد الله بن سعد بن ابي السرح حاكم مصر في الوقت ده بيجمع 14 مليون دينار لسيدنا في عهد سيدنا عثمان بن عفان. ده 2 مليون ازيد. 2 مليون ازيد. اعترض اعتراض شديد وقلب الدنيا
وقال انتوا كده هتنهكوا المصريين لو سمحتم، كفايه قوي 12 مليون. حتى ال 14 مليون دول يعني 30% اقل من الرومان كانوا بيجمعوهم. طيب عايزين بقى نتكلم على حاجه، يعني هنا موضوع اللي انت يعني التفرقه. ما هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، اللي هو مساله ان انا اخد جزيه من حد ومش من حد، لا مساله مبدا المواطنه. المواطنه يعني احنا مواطنين في مكان واحد. نعم. تاخد مني ليه وما تاخدش من ده؟ مش دي تفرقه بين المواطنين؟ دي فعلا شبهه كبيره بتثار. انت في الشريعه الاسلاميه بتفرق بين المواطن المسلم وغير المسلم. ايه يا عمي الحكايه؟ قال لك انت بتفرض على غير المسلم الجزيه وما بيدفعهاش المسلم. طب ما هو مفروض على المسلم الزكاه وما بيدفعهاش غير المسلم. هل احنا بنفرق بقى وبنضطهد المسلمين يعني؟ هو الفكره ان انت بتعيش في بلد بتدفع ضرائبك. الجزيه هي بيسموها ميليتاري ويفر، يعني شيء بتدفعه بدل ما تدخل الجيش، بدل حمايه. بص انا عايز اقول لك حاجه عشان كلمه بدل حمايه دي. انا لما اتسالت السؤال ده هو كان بعد ضرب العراق بسنه. ايوه. وكنا في مناظره في الجامعه الامريكيه في واشنطن. قلت لهم فاكرين اللي حصل السنه اللي فاتت اول ما بدا الضرب على العراق؟ قالوا ايه؟ قلت لهم فاكرين الجندي الامريكي المسلم اللي ضرب 3 قنابل في خيم زملائه في معسكر في الكويت، قتل وجرح 14 امريكي؟ طبعا المسلمين عملوا كده وقالوا يا نهار ابيض، هو بيفكرهم ليه بالكلام ده؟ غير المسلمين قالوا ايه؟ طبعا فاكرين. هو احنا هننسى؟ قلت لهم كويس. هو عمل كده ليه؟ لان احنا حطيناه في موقف محرج جدا. خدنا مواطن يحارب مع بلده ضد اهل دينه. الاسلام مع بلده غير المسلمه ضد اهل دين المسلمين. بالظبط كده. فالاسلام عمل ايه؟ عمل اختراع يحل لك المشكله دي، يخليك ما تحطش المواطنين بتوعك في مواقف محرجه زي كده، يختاروا بين دينهم وبين ولائهم لبلدهم ووطنهم. وفي نفس الوقت بيشيل عنك الخطر عن الجيش. من المتوقع ان انا اطلع احارب دول ليها نفس الدين بتاع بعض المواطنين عندي. في الحاله دي ما تاخدش بقى المواطنين دول يحاربوا معاك. يعني لو امريكا هتحارب المكسيك ما تاخدش بقى امريكان المكسيكان. ساعتها انت بتحط جيشك في وضع خطير. وتعرضه للمخاطر وتحط المواطن بتاعك في وضع محرج. هنا الاسلام قال يا جماعه شكرا جزيلا ما تخشوش الجيش. ومين اصلا عايز يخش الجيش؟ خلاص. فعمل ايه؟ نظام الزكاه على المسلم. تعال نشوف بقى يعني ايه، نقارن بينهم. ايوه. المسلم بيدفع 2.5% على اي فلوس سائله كاش موجوده عنده وحال عليها الحول، يعني قعدت سنه ما تستخدمش وبلغت نصاب. على اي ذهب واي فضه. 5 إلى 10% زروع، 5% لو في عنده نظام ري، و10% لو بيعتمد على الامطار، 20% على زكاه الركاز اللي هي اي حاجه طالعه من الارض، بترول، منجنيز، مش عارف ايه. ماشي. الجزء وده مفروض على مين؟ على كل راجل، على كل ست، على كل طفل، على كل حاجه، على المال. ده نظام على المال. انما بقى بالنسبه للجزيه، الجزيه اللي بتجمع كانت 2 دينار ذهب توازي 24 درهم فضه. 24 درهم فضه ده عشان تعرف الدرهم قد ايه. هو مش درهم يعني درهم اماراتي. الرسول عليه الصلاه والسلام كان العامل بتاعه على مكه، يعني موظف حكومي بتاعه اللي بيدير الامور في مكه، كان بياخد درهمين في اليوم عشان طعامه وشرابه ومسكنه ومأكله والكلام ده كله. يعني مرتب الموظف الحكومي 60 درهم في الشهر، يعني اقل من نص مرتب بتاع شهر واحد. وده مفروض على الاغنياء. الفقراء منهم ما يدفعوش حاجه خالص. ماشي. الحاجه الثانيه، الزكاه هتدفع. الجزيه ممكن ما تدفعش. امتى؟ لو دخلوا الجيش. يبقى لو جه غير مسلم حب يشترك في الجيش، لو نظام الدوله يسمح بذلك. يعني حصل ايه؟ عندك السير توماس ارنولد كاتب الكلام ده في احد كتبه، ان قبيله الجراجمه المسيحيه في منطقه انطاكيا انضمت للجيش المسلم. المسلمين كانوا بيحاربوا الفرس برضه. خد معاك بقى مواطنيك المسيحيين، مفيش مشاكل. هم كده ما بتحطهمش في وضع محرج، ولا انت بتغامر ببلدك. دول بلدك. اما انضموا ما بقوش يدفعوا الجزيه. عندك ناس اسمهم الارمالولي اللي هم الرومان اللي عايشين في جنوب رومانيا، مسيحيين. رومانيا دي دوله مسيحيه طول عمرها، انضموا للجيش العثماني وانضموا للجيش التركي، فبالتالي ما بقوش يدفعوا الجزيه. عندك اهل منطقه اسمها ميجاريا
في ألبانيا أيضا انضموا للجيش التركي، ما بقوش يدفعوا الجزية. عندك قبيلة كاثوليكية في ألبانيا اسمهم الميرديتس، دول برضو انضموا للجيش العثماني، ما بقوش يدفعوا جزية. بل وجدت في كتاب للدكتور محمد عمارة إن الفلاحين المصريين المسلمين دفعوا الجزية عشان ما بيخشوش الجيش. ولغاية قريب جدا كانت موجودة الضريبة دي، أنا كنت بدفعها على الأرض، عندي حاجة اسمها البدلية الجهادية. انت بتدفع حاجه اسمها ضريبه البدليه، يعني انت بتدفع عشان ما تخشش الجيش. ايوه. فدي مساله يعني مهم نبقى فاهمينها يا اخوانا، احنا ما اخترعناش الجزيه. نعم. انت عارف مين امر بالجزيه؟ سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا سيدي، ادي انا هقرا، مش هقرا من الكتاب بتاعي، مش هقرا من القران، انا هقرا من الكتاب المقدس بتاع اخواننا المسيحيين. لو نفتح بس، احسن المشكله ما يقروش، نفتح كده انجيل متى. اللي معاك ده انجيل متى؟ لا ده كل ده الكتاب المقدس، فيه الاناجيل كلها وفي العهد القديم. لا انت هتقرا من انجيل متى. ماشي. الاصحاح 22 الايه 17 بنقول فيها ايه؟ هم بيسالوا اليهود، بيسالوا سيدنا عيسى عليه السلام المسيح عشان يعملوا اسفين بينه وبين الرومان، عشان يقولوا لا ما تدفعوش الضرايب وبتاع. فقالوا له ايه؟ ماذا تظن ايجوز ان تعطي الجزيه لقيصر؟ عشان يقول لهم لا اوعوا تدفعوا. قال لهم ايه؟ لمن هذه الصورة؟ هاتوا لي كده درهم، هاتوا فلوس كده، دينار عندكم؟ قالوا اتفضل. قال لهم لمن هذه الصورة؟ صورة مين دي على الدينار؟ قالوا لقيصر. قال إذا أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. دي اللي احنا استخدمناها عند العلمانيين. أيوة، دي كلمة يا فندم بيقول لك ادفع الجزية. هو بيقول ادفعوا الجزية بس خلاص. نعم. طيب هم يمكن برضو من ضمن الشبهات يا باشمهندس فاضل بيشعروا احيانا باهانه، انه مثلا لما يجي القران ايه يقول لك ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يقول لك الصغار ده معناه الذل والانكسار والاستعباد. لفظ قرآني مع انه قرآنكم بيقول بالتسامح والحب والرفق والمودة، فليه تجرحونا وتقولوا كلمة عن يد وهم صاغرون؟ انا في حوار مع احد الاخوة المسيحيين في مصر قبل ان يسلم، يعني طرح اسلم؟ واسلم الحمد لله. طرح الموضوع ده يعني هو كان دي الموضوع الوحيد اللي كان مضايقه. بس مش مضايقه ليه هم صاغرون؟ مش بس كده، قال لي يعني ادفعها وانا زي الجزمة. القرآن ما فيش فيه زي الجزمة. قالوا وهم صاغرون، ولا في كلمة ذلة ولا انكسار ولا الكلام ده كله. قال لك وهم صاغرون، يعني ايه؟ يعني ملتزمون بقانون الدولة، خاضعون لقانون الدولة. ثانية واحدة، هم لما المسلمين رفضوا يدفعوا الزكاة حصل فيهم ايه؟ أبو بكر حاربهم، قتلوا ودفعوها وهم صاغرون. نعم. الله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم. يعني مليم واحد مش هيدفعوه، هيقاتلوا ويدفعوها وهم صاغرون، مش ابو بكر. لحكم الله للقانون بتاع الدولة. اللي هيعيش انا كلمة حكم الله هو القانون بتاعنا. اتفتحت معايا دي في امريكا. ليه وهم صاغرون؟ قلت لهم انا هنا دلوقتي لو ما دفعتش الضرايب بدفع 33% ضرايب هناك، ومش معترض لاني باخد بيها خدمات. لو ما دفعتش الضرايب 33% 33% ضرايب. تلت مرتبك رايح ضرايب؟ لا، تلت مرتبي عشان مرتب صغير. لكن المرتب عند مرحله معينه بيبقى 40%، 60%، يوصل 70%. يا المرتبات الكبيره 70%. بس بتحس انك انت بتتخدم بيهم. بتخدم يا رب. عندنا في مصر كده انت ما بتصلحش العربيه من كتر ما الشوارع هنا مطبات قربنا نسميها باسماء زي اسماء الشوارع كده، مطب السيد فلان الفلاني، مطب محمد. طب احنا معانا مداخله يا باشمهندس فاضل. معانا الاستاذ نبيل لقى، دكتور نبيل لقى. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ربنا يخليك. اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. اتفضل يا فندم. معانا المهندس فاضل سليمان بيتكلم عن مسألة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ان بعض المسيحيين بيعتبر ان دي كلمة فيها اهانة شوية، فهو بيشرح لنا تفصيل انه ده صاغرون معناها خضوع لقانون الدولة، مش معناها اذلاء. يعني حضرتك شايف ايه؟ يعني هو الجزية عشان المستشرقين في الغرب شوهوا كلمة الجزية. نعم. انما حقيقة الجزية هي في حقيقتها ضريبة. نعم. لان المسلم مكلف بدفع الزكاة. ايوه. المسيحي مش مكلف بدفع الزكاة. كويس. هينتفع ازاي بالمرافق بتاعت الدولة كلها؟ اتفضل. هل هينتفع بيها من غير ما يدفع حاجة؟ نعم. 2، هو علشان
يدفع، مش هيقدر يدفع الجزية، فبيدفع ضريبة هي حقيقتها ضريبة نعم. اسمها الجزية. نعم. دي مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، وبمقابل الانتفاع ان هو مش بيلتحق بالجيش نعم. الاسلامي، نعم. لان هو مش مكلف ان هو يدافع من رحمة الاسلام بالاخر. نعم. ما هوش مكلف ان هو يدافع نعم. عن عقيدة هو لا يؤمن بيها. نعم. فبالتالي غير مكلف انه يدخل الجيش الاسلامي، انما الجيش الاسلامي في الوقت نفسه بيحميه. اي. فالجزية لما بيدفعها جزء من نفقات الجيوش اللي بتحميه بتتاخد من داخل الجزية. الارض. نعم. نعم. اتنين، أيوة. وده المهم، ان الجزية لما تيجي تحسبها. الو مع حضرتك، اتفضل. الو معاك يا فندم، اتفضل. الو مع حضرتك، احنا على الهوا، سامعينك سامعني يا دكتور سامعينك نبيل. يا دكتور نبيل. الجزية لما بتيجي تحسبها هتلقاها 1/25 من اللي كانوا بيدفعوها للدولة الرومانية البيزنطية. نعم. لاني لما جه الفتح الاسلامي في سنة 640 نعم. كان المسيحيين في مصر بيدفعوا 25 نوع من الضرائب. ايوه. فرضهم هرقل اللي هو امبراطور الدولة البيزنطية. نعم. لانه كان داخل في حروب مع كسرى امبراطور فارس. نعم. فكان بيدفع، فكان هيجيب تكاليف الحرب منين؟ من ان هو يفرض ضرائب على رعايا البلد. الولايات اللي تابعه ليه. نعم. نعم. فكان فارض عليهم 25 ضريبة. ايوه. اخر ضريبة فرضها اللي هي ضريبة دفن الموتى، بحيث الميت ما يندفنش الا اذا دفع ضريبة. و25 ضريبة لما تيجي تحسب ال 25 ضريبة، حسبتهم انا في كتاب من الكتب اللي كتاب انتشار الاسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء. نعم. لقيت ان الجزية اللي بتدفع 1/15 من الضرائب بتدفع للامبراطورية الرومانية. طب سؤال يا دكتور نبيل كده. واللي حصل الآتي كمان، اتفضل. الجزية دي معفي منها كل من هو غير قادر على حمل السلاح. نعم. يعني كل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والطفل والشيوخ والطفل. والرهبان. نعم. والمرأة والعاجز والغير قادر. طب ممكن اسألك؟ فكان حوالي 75% من الشعب في مصر معفيين من دفع الجزية. طب اسأل حضرتك سؤال صغير؟ والمكلف 25%. اسأل حضرتك سؤال صغير؟ قول. حافل بيه. انت عامل كتاب اسمه انتشار الاسلام بالسيف بين الحقيقة والافتراء. كده على طول، وهاخد اجابة ملخصة. رأيت ذلك حقيقة ام افتراء؟ لا، هو انا فندت الكلام ده. هو ما اتفرضش بالسيف. نعم. هو حط قصادك 3 خيارات. نعم. الخيار الاولاني انك تسلم. الخيار الثاني جزية. انك انت تدفع الجزية. الخيار الثالث انك تخش في قتال. خيار الجزية احسن وافضل 100 مرة بالنسبة لهم. ليه؟ دكتور نبيل، انا عايز اقول لك حاجة. معايا المهندس فاضل سليمان. انا روجت للكتب بتاعتك دي في قناة الناس هنا في بعض الحلقات الماضية، وبشكرك على الكتاب الاخير اللي عملته اللي هو لونه اخضر بيتكلم عن الاقباط. الاقباط هل ساعدوا المسلمين في غزو مصر؟ ايوه، هل ساعدوا المسلمين في غزو مصر؟ وكنت عايز حتى اناقشك في بعض الامور، وبعت لك رسالة، واشكرك على ارسال الكتاب، واتمنى لو نتواصل. انا محتاج اتكلم مع حضرتك شوية في بعض النقاط اللي في الكتاب ده. انا تحت امرك. شكرا جزيلا دكتور نبيل لقى بباوي.